السلام عليكم يا اولاد. وعليكم السلام يا مستر. اما الواد برشام اتاخر كده ليه؟ ولا هو خاف ما يجيش النهارده ما يعرفش يجاوب على الاسئله؟ لا يا مستر، برشامة هيجي دلوقتي. انا جيت يا مستر. انت لازم تتضرب. ايه اللي اخرك لحد كده؟ معلش يا مستر، والله راحت عليا نومة. وايه اللي يخليك تروح عليك نومه؟ مش تنام بدري وعارف عندك مدرسه الصبح؟ خلاص يا مستر، مش هتتكرر تاني والله. طيب انا هدخلك، بس قول لي وقول للناس انت ليه مسمينك برشامه؟ ليه بس يا مستر كده الإحراج ده؟ ولا احراج ولا حاجه يا ابني، اتكلم اخلص. بصراحة كده يا مستر مسميني برشامة علشان أنا في الامتحانات كنت دايما ببرشم كل المذكرات اللي معايا. كنت بتغش يعني؟ مش قوي يعني يا مستر. طب يلا ادخل اقعد عشان نبدا الحصه على طول. حاضر يا مستر. دلوقتي هنبدا الحصه بتاعتنا، كله يركز معايا. يا اسطى انت ايه اللي اخرك كل ده؟ اسكت يا عم، انا ما جاليش نوم طول الليل. ليه كده؟ بصراحة كده كنت قاعد بفكر في المستقبل بتاعي وقاعد اخطط علشان عايز اعمل مشروع حلو. مستقبل ايه يا ابني؟ ما انت اللي في التعليم ده مستقبلك برضه. والله يا حموكشة جيت للجد، انا مش عايز اتعلم. ليه يا ابني؟ ده التعليم حلو يعني، هيخليك ليك قيمة وليك لازمة وسط الناس. انت بتتكلم في ايه؟ ده ربنا بيقول وهل يستوون الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بس الصوت الجماعه اللي بيتكلموا هناك. انا محضر لك شويه اسئله يا برشامه، لو عرفت تجاوب عليهم انا هخليك رئيس الفصل. ايه ده بجد؟ هتخليني رئيس الفصل يعني؟ اكيد، لكن لو ما جاوبتش على الاسئله دي هتبقى خايب زي ما انت. لا يا مستر، انا هجاوب على اي حاجة قلت لك قبل كده تسألني فيها. خد السؤال ده. متى بدأت الحرب العالميه الاولى؟ الحرب العالمية الأولى. عفركوش. انت زفت اللي اسمك عفركوش. اتفضل يا برشامة بيه. شوف لي إجابة السؤال ده بسرعة. متى بدأت الحرب العالمية الأولى؟ سنة 1914. سنة 1914. برافو عليك يا برشامه. تقدر تقول لي متى نشأ اول برلمان في العالم واتنشأ سنه كام؟ ده ايه السؤال الصعب ده؟ ما تسألنيش، السؤال ده صعب عليا. الله يخرب بيتك، ازاي ما اسألكش؟ اتصرف، ده انا لو معرفتش اجاوب مش هكون رئيس الفصل كده. طب ثانية واحدة. هي يا برشامه سكت ليه؟ لحظة واحدة يا مستر بفكر. الله يخرب بيتك يا عفركوش، انت اتأخرت كده ليه؟ هي عملت ايه؟ اخلص. كان في ايسلندا عام 930. كان في ايسلندا يا مستر عام 930 ميلاديا. يا كسوفك يا أستاذ صالح، الواد جاوب على أصعب سؤال بالنسبة لك. أنا لازم أديله عملية حسابية صعبة ما يعرفش يحلها. ولا بلاش عملية حسابية، ده شاطر في الحساب وفي كل حاجة. طب خد السؤال ده. ما هي المدينة التي كانت عاصمة روسيا قبل موسكو؟ مدينة بطرسبورغ. مدينة بطرسبورغ يا مستر. إيه ده؟ بسم الله ما شاء الله، أنت بقيت قاموس يا ابني. تلميذك يا مستر. أنا لازم أروح للمدير دلوقتي حالا وأخليه يجي يشوف المعجزة دي. اطلع يا أستاذ برشامة واقف على الفصل لحد ما أوصل للمدير وأرجع تاني. حاضر يا مستر. يا جماعة أنا عايزكم تتعلموا الموهبة اللي أنا فيها وتذاكروا ليل ونهار علشان توصلوا للمستوى اللي أنا وصلت له ده. انتوا ما تعرفوش قد إيه أنا بتعب. احنا من اولها هنبتديها كدب. يا عم بعد عني، سيبني أخد فرصتي. ده انت مقضيها نوم في البيت ومش نافع في اي حاجة، ومن غيري ما كانش هيبقى ليك لازمة. طب اسكت يا عفركوش عشان محدش ياخد باله مننا دلوقتي، واعمل حسابك مدير المدرسة جاي دلوقتي هيسألني أسئلة صعبة. خليك واقف معايا. لا انا عندي مشوار حالا دلوقتي. مشوار ايه؟ الله يخرب بيتك، كلها ساعة وهنروح كلنا. ازيك يا سيادة المدير؟ الحمد لله يا أستاذ صالح. يا سيادة المدير أنا جاي لك دلوقتي حالا علشان تيجي تشوف المعجزة اللي عندي في الفصل. خير يا أستاذ صالح، في إيه؟ أنا عندي طالب متفوق جدا، عايز حضرتك تيجي تبص عليه بنفسك. اسمه إيه الطالب ده؟ برشامة يا فندم. نعم؟ أيوة اسمه برشامة. مش هو ده الطالب اللي كنت دايما بتقول عليه فاشل ودايما بتشتكي منه؟
هو يا فندم، بس الوضع اتغير خالص دلوقتي. طب يلا بينا يا أستاذ صالح، خلينا نشوف الطالب ده. السلام عليكم يا أولاد. وعليكم السلام. الحق يالا برشامة، ده المدير جه الله يخرب بيتك. اجمد كده اجمد، مش عايزك تخاف. الأستاذ صالح بيشكر فيك جدا يا برشام، وبيقول إنك ما شاء الله متفوق. أنا جاي دلوقتي وعايز أشوف الموهبة بتاعتك. هسألك دلوقتي شوية أسئلة. وماله، اتفضل يا سيادة المدير، انا تحت امرك. تقدر تقول لي متى تم خلق آخر إمبراطور ألماني؟ بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1918. بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1918. بسم الله ما شاء الله. تقدر تقول لي من هي أول طبيبة في العالم؟ إليزابيث باكويل. أول طبيبة في العالم يا مستر إليزابيث باكويل. مش أنا قلت لك يا سيادة المدير إن ده موهبة وانفجرت؟ واضح أوي ما شاء الله. طب أنا هسألك سؤال أنت يا حموكش. ما هو نظام الحكم في دولة فيتنام؟ نظام الحكم، خليك مستعد للإجابة علشان هيسألني أنا دلوقتي. ما تقلقش يا برشامة بيه، أنا في ظهرك أهو. بصراحة مش عارف يا مستر. إزاي يا ابني؟ ده أنت كنت أشطر واحد في الفصل. جاوب له أنت يا برشام على السؤال ده. الإجابة بسرعة. نظام الحكم جمهوري اشتراكي. نظام الحكم جمهوري اشتراكي يا مستر. برافو عليك. أنا لازم أتصل بوكيل الوزارة حالا وأقول له على الموهبة اللي عندنا دي. ألو، السلام عليكم. معالي الرئيس، أخبار حضرتك؟ بخير الحمد لله يا سيادة المدير، اتفضل. إحنا يا فندم عندنا موهبة فذة، أتمنى إن حضرتك تشرفنا في المدرسة بتاعتنا وتشوفها بنفسك. أوي أوي، ده أنا أجيلك حالا. إحنا بنشجع المواهب وبنشجع العلم وبنشجع طلاب العلم. بكرة إن شاء الله أكون عندكم. متشكرين يا معالي المستشار. السلام عليكم. يا جماعة انتوا كبرتوا الموضوع أوي والله. أعمل حسابك بكرة يا برشامة، وكيل الوزارة جاي يشوفك بنفسه بكرة. ده انت بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني، قاموس في العلم. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وقولوا لنا رأيكم في برشامة ايه. وفي مفاجأة حلوة أنا عايزة أقول لكم عليها. احنا بنعمل تطبيق خاص بالقناة بتاعتنا، هيكون عليها كل الفيديوهات الخاصة بينا، عشان لو حبيت تشوف أي فيديو تشوفه بسهولة بدون أي معاناة. احنا حاليا شغالين على التطبيق ده، أول ما يخلص إن شاء الله هعرفكم.